السلام عليكم مشاهدين قناة حياة الريفية. اليوم رجعنا لكم وسويت لكم المكناسة على طلب الحبايب اللي يطلبونها. قبل كم يوم قالوا نريد نتعلمها لين شوية بعد ما مركزين عليها كلش. وهاي هسه بدايتها. أجمع الخوصات ذني اللي جاي تشوفونهن. هاي خلي أقصن أربع سعفات صغار وأنقحن بالماء، وبعدين من أجيبنهن أخليهن وحدة ببطن الثانية وأجمع الخوص مالهن، أمشي عليهن أخذ كل عودة من عدها خوصة. وهاي جاي يشوفونها شلون أجمعهن وألمنهن على مود تصير شوية المكناسة تصير ثقيلة وتنظف. وعندنا هواي ما جاي يستغنون عن المكناسة اليدوية. احنا عندنا مكانس كهربائية، مو ما عندنا، بس هاي الأصل مالتنا، وهاي تراثنا وما نستغنى عنها، دائما موجودة بكل بيوتنا. هاي شفتوا هسه شلون جمعتهن وكملت 2، هاي منا وهاي منا، وبعدين طبقتهن وخدت الخوصة هنا من نفسهن، اخذ الخوصة من عدهن واجمعهن سوا واشدنهن. هسه هاي عندي وحدة كملت. أنا منزلتها هواية على القناة لكم، بس الحبايب شوية عتن اللي جاي يتعلمنها شوية صعبة عتن، فمن يطلبنها من عدي أنا أرجع أعيدها لهن، إن شاء الله تكون سهلة عليهن. ولا تنسون القناة بالله يكون الاشتراك وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد من أنزلن. هسه هاي عندي كملت، ما عندي بقت بس الأطراف مالتهن ذني أقصنهن، بعد ذني ما شادتهن وبديت أكمل بالثانية. هاي وصلت هسه للأخير. بعدين من يكملن بالمقص أقص الأطراف مالتهن حتى هاي الخوصة بها من فوق شوية سلاية حتى ما تعورنا بزنة، فأقص الأطراف. وعلى طيل الفترة هي راح تصير المكناسة ناعمة. الحبايب يعرفنها، احنا عندنا بالناصرية وين ما كان بالعراق نشتغل بيها. محافظاتنا الجنوبية ما نستغنى عن هاي المكناسة مالت الخوص. هاي مثل ما قلت لكم اخذ الخوصات من الجانبين واطبقهن والف عليهن وحدة على مود تربطن سوا. يا رب تكون سهلة عليكم. هسه ذني 4 سعفات طبقتهن سوا، واسوي بعد 4 واشدنهن سوا على مود شوية تصير متينة وتنظف. هاي وحدة، شوفوا هي من نفس الخوصة، وخليهن 2 سوا واربطهن. ان شاء الله تكون سهلة عندكم. واللي ما صعبة عليها تراسلني وانا ممنونة الها اعيدنها، وان شاء الله يا رب وتعرفون انتم قناتي، انا اي شي قلت لكم تي تتعلمونه انزله لكم. شغلتها بسيطة وما بيها اي صعوبة، بس شوية تركيز. كنا احنا هم بالبداية شوية صعبة عدنا، بس لما اشتغلتها وصارت ممارسة صارت سهلة. يعني بالهسانة بالنص ساعة اسوي لي 4 5.
إن شاء الله يا رب تعلمتوا، وهاي رحت لكم سياحة، نزلت لكم مثل ما طلبتوا من عندي، مشينا بالبستان، واليوم نزلت لكم بالبستان. وهاي هسه نزلت لكم، إن شاء الله يا ربي استمتعتوا اليوم وياي، وشغلة كلش بسيطة. وهاي الجولة السياحية اللي رحت لكم بيها، يا رب إن شاء الله تعجبكم، وأنا ممنونة لكم مشاهدين قناتي، وإن شاء الله شغلة كلش سهلة عليكم. وهاي جولتنا السياحية، إن شاء الله تكون عجبتكم، وأنا ممنونة طلباتكم. وهذه أنا هسه نازلة وأتمشى وأصور لكم على طلبكم، إن شاء الله تعجبكم.